بتسديد ضربة مباشرة ودقيقة لعجلة كانت تحمل أعتدة وأسلحة تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في وادي حوران في الأنبار. كما قامت قوة من سلاح جو العراق بتسديد ضربة مباشرة ودقيقة لعجلتين، الأولى تحمل رشاشا ثقيلا والثانية تحمل أعتدة وأسلحة تابعة للتنظيمين الإرهابيين. نعرض على حضراتكم هذه الصور. بعد زوم ولا يهم السالفة تحترق. لا كلير ورح. اي عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك يا البطل. عاشت ايدك يا وردة.
القطاعات البرية قتال شرس ضد تنظيم داعش والقاعدة. استطاع طيران الجيش تقديم الإسناد المستمر ليلا ونهارا لهذه القطاعات. حققنا إصابات بليغة وخسائر فادحة بالعدو من الثنائيات والإحاديات والأسلحة المتوسطة التي يحملها العجلات. إحصائياتنا لحد الآن تدمير 60% من القدرة القتالية لهؤلاء فقط بسلاح طيران الجيش. بلغ عدد طلعات طيران الجيش لهذا اليوم أكثر من 420 طلعة ليلا ونهارا. واصلنا الليل بالنهار البحث عن هؤلاء. وصلتنا أجهزة ومعدات وأسلحة متطورة للكشف والاستشعار والتسديد والتصويب، بحيث نستطيع أن نكشف العدو أينما كان. لدينا الآن عمليات في الأنبار والفلوجة والخالدية وإبراهيم بن علي ومناطق حول الفلوجة وفي صحراء الأنبار. استطعنا تدمير عدد كبير من عجلاتهم في مناطق غرب الأنبار. وصلنا إلى حتى حمرين أحيانا تصلنا معلومات عن وجود أعداد منهم يحاولون تقديم الدعم والعون إلى تنظيم داعش في الأنبار. استطعنا قطع إمداداتهم ونحن مستمرين بهذه العمليات وحققنا فوز ساحق والحمد لله. المعلومات اللي تصل إلى قيادة القوى الجوية، هذه المعلومات طبعا التي على ضوءها تعالج أهداف الإرهابيين هي معلومات دقيقة للغاية من خلال مصادر معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة بشكل كامل، وبعد ذلك يتم القرار وتنفيذ الضربات على هذه الأوكار وعلى تجمعات الإرهابيين. وكما ترى من خلال الصور التي تعرض على شاشات التلفزيون العراقية بأنه هذه الضربات هي مؤثرة ومؤثرة جدا، وهي تشمل مقرات لتنظيم داعش الإرهابي وكذلك لتجمعاتهم ولآلياتهم. ومن خلال شاشة التلفاز العراقية أؤكد لجميع المشاهدين وللمواطنين الأعزاء بأن القوى الجوية من خلال هذه الضربات المؤثرة سوف تكون يد فعالة لتنفيذ كل متطلبات القوات البرية من أجل دحر هؤلاء الشراذم ودفع شرهم عن هذا بلدنا ليعيش المواطنين في محافظة الأنبار العزيزة بأمن وسلام إن شاء الله.